عمرك 18 سنة وتبغى نصيحة. شوف يا جماعة، م- ما في شيء ممكن يغير الإنسان مثل لو غير علاقته بالوقت. إي والله يا جماعة، غير علاقتك بالوقت، احترم وقتك. كل ثانية تروح من عندنا احنا نقرب للقبر. حرام يروح وقتك على لا شيء. 4 أسئلة سنسألها يوم القيامة، 4 أسئلة. وعن عمره فيما أفناه. اسأل نفسك دائما، أنا يومي هذا وين راح؟ إيش قاعد تسوي؟ بتشوف فعلا هل أنت مسوي شيء ولا ما سويت شيء. اترك هذا اليوم التعيس، هذا اللي ما في شيء، التعيس على مستوى النتائج. شوف اليوم اللي أنت مؤدي فيه شيء كويس، منجز فيه شيء كويس، ولو تنظيف غرفتك. شوف نفسيتك يا أخي، شوف نفسيتك. إدارة وقتك، أنا نصيحة والله العظيم، ما أدري هذا أخت ولا أخ، لكن كلهم على راسي. اللي عمره 18، أنت في وقت الحصاد، وأنا قلتها قبل وأقولها الآن. اللي عمره 18، عمره 19، 20 إلى 25، هذه المرحلة اتعب 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 اتعب، عشان بعدين تلعب 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 تلعب. هذه المرحلة تلعب 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 تلعب، ترى بعدين تتعب 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 تتعب. أعيد وأكرر، هذه المرحلة مثل الزنبرك، مثل السبرينج، قد ما تضغط تكون قفزتك. تضغط شوي لأنك فالها قفزة جنبك. احنا في وقت في السعودية مليانة فرص للكفاءات. قسما بالله اني اشوف الشباب حولي كثير عنده وظيفة وظيفتين وثلاث، قسما بالله. بس شغل، من يوم كان في الجامعة وهو شغال في مشاريع وفر تايم وفي الليل وفي النهار، السي في حقه أحسن من مديره اللي موظفه. إذا أردت أن تتطور احذف الراء، فعليك احذف الراء واستبدلها بعين. إذا أردت أن تتطور فاستبدل الراء بعين. إذا أردت أن تتطور فاستبدل الراء بعين. لا تتعود على الجلسة، ترى بتتعفن. السفن الجديدة التي لا تستخدم يضربها الصدأ. سفن قاعدة في المرسى، على المرسى على الشاطئ، يجيها صدأ. واللي تشتغل دايم تروح وتجي تروح وتجي عمرها أطول. صدأ. شوفوا في حديقة الحيوان أجلكم الله، شوفوا الأسد الحين في الغابة. في الغابة الأسد كل حيوان عنده مهمتين. عنده المهمة الأولى أن يركض أبطأ من، يعني أن يركض أسرع من أبطأ غزال عشان يصيده. أن يركض أسرع من أبطأ غزال يصيده. وعلى الطرف الآخر أن يركض أسرع من أسرع سبع أو أسد حتى يهرب منه. ففي دفاع وهجوم ومكر وترصد ويثب. مرة ينجح في مشروعه، مرة ما ينجح، مرة يحدد هدف، مرة الكي بي آيز تنضرب عنده، مرة كذا حياته مبسوط. وأسد ما قد شفنا أسد مكرش وأسد في السكر، ولا حيوان مرتفع ضغطه، ولا طاقة اكتئاب، ولا ما في. أهدافهم شغالين عليها. طيب جيبهم من حديقة الحيوان، ينتهي، يقصر عمره، مع أنه محقق له الأمن، آمن، آكل شارب، يعطون علاجات، ما في أوبئة، بس لم يخلق لهذا. شوف الأسد شلون مهتري، يذبون عليها الدجاجة يناظرها كذا، اسقعها يمين اسقعها يسار، بتجي ناظرها، ما له خلق هب. الفيل كنا في عزم تلطم بالخرطوم حقه،
ما في أي تحدي في الحياة، ما في أي صعوبات. لم يخلقوا لهذا، احنا ما خلقنا لهذا، ما خلقنا. حفت الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره، بالشيء اللي تكرهه، بالشيء الصعب على نفسك. حفت الجنة بالمكاره. البخل زين للنفس بس يودي النار، والكرم صعب على النفس بس يودي الجنة. قومة الفجر في الشتاء وتتوضأ، تترك سريرك، تروح تصلي، تلبسين جلالك تصلين، هذه المكاره توديك الجنة. لا أدفى، ولا في الحر ماني براح أصلي، ولا هذا يوديك النار. الكسل يوديك النار، النشاط يوديك الجنة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. يقول العلماء لأن العطاس يعطي نشاطا، والتثاؤب يدل على الكسل والعجز. ما يحب الله، ما يحب لك التثاؤب، ما يحبه. إذا تحب الله حاول تكتم تثاؤبك إلى هذه الدرجة، إلى هذا المستوى. الله عز وجل لا يريد أن تكون عبئا. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هم قوي عضلات، لا. ولذلك أنا نصيحتي لك، عمر 18 عمر رهيب جدا لبناء الذات، في حيوية، في نشاط، في تفاؤل، في مواكبة. العلم قاعد يتطور، وتدرسون في جامعات فيها علم متطور، قدرتكم على المرونة، تقدرون تشتغلون على التقنية، تقدرون تشتغلون ميداني، تقدرون. في أجيال ما عندها قدرة على هذا الفصل، تعودت على نمط معين. لا، أنتم الآن عندكم فرص مذهلة جدا بتنمية ذواتكم وكفاءات. شيء ناس تكسب قاعدة في بيوتها، والله في ناس تكسب عشرات الآلاف قاعدة في بيوت، عندها مشاريعها، عندها تدير عن بعد. والله تصل لمرحلة يقول فيها الإنسان يعني أنا تايه من بين خيارات، وليس ما عندي خيارات. كل شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن ابذل السبب، لازم تبذل السبب، تجتهد، تصبر مرة ومرتين وثلاث وأربع. وبقول لكم حاجة، سبحان الله العظيم، قبل فترة زرت 3 جهات، و3 جهات رائدة في حقولها، يعني في مجالها. مثلا نقول تصنيع، صحة، تقنية، مدري إيش. 3 مميزة جدا. لقيت عندهم ميزتين. الميزة الأولى أنهم مو فاهمين، من وجهة نظري، حوسة دخلت معهم، حوسة، ما عندهم أبجديات، يعني الهندرة أو العمل المؤسسي ما عنده. هذا ال3 كلهم زي كذا، سبحان الله. طيب ليش ناجحين بعد توفيق الله عز وجل؟ عندهم إيمان في أنفسهم، إيمان في أنفسهم. إيش معنى إيمان؟ ولا ودي أطول عليكم شوي وننتهي. إيش معنى إيمان؟ مرة مرات بقول لك إيش معنى إيمان. هذول شلون إيمانهم في أنفسهم. مرة مرات كنت عند مدير توظيفي، قال أبو معاذ له سنين في إدارة التوظيف. قلت له يعني كيف اللي يتوظفون عندك؟ وش أبرز؟ عطني مفاهيم، هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى، عطني كيف تقرأ هذه المفاهيم. قال شوف يا ياسر، والله العظيم أن الوظيفة، الرزق هذا يقول بحسب إيمانك في الرزاق سبحانه وتعالى. قلت له كيف؟ قال تخيل أنا عندي جوال، مثلا جوال، هذا الجوال طاح، أنا وياك في السيارة، يقول الجوال طاح بين المرتبة والديكور، تكاية هذه. يقول أنا متأكد أن الجوال طايح، وأنت قلت يا ابن الحلال خلينا ندور، ما لقينا، دقينا عليه مقفر. قلت تعال خلينا ندوره برا، ما في السيارة ما فيها شيء، دورنا. يقول لي أنا مؤمن إني شايفه داخل تحت، لن أخرج من السيارة. يقول أنت مؤمن لأنك ما شفته، تطلع برا الدورة. طيب أصلا ندوره في الملحق، ندوره في المجلس، ندوره تحت السيارة ورا المراكي. يقول لكن أنا بجلس في السيارة، يقول مستعد أفك
المراتب لأني مؤمن أن الجوال موجود. يقول بعض اللي طالبين الوظيفة بهذه الطريقة، مؤمن بموعود الله عز وجل أنه الرزاق سبحانه، لو فك المراتب يبي يلقى رزقه، بيتحرك، بيجتهد مرة مرتين وثلاث، متأكد بس مسألة وقت، بلقاه جوالي، بلقاه وظيفتي، بلقاها رزقي، بلقاه. دور بس دور. إبراهيم بن أدهم رحمه الله جاءه رجل قال يا إمام أنا بروح أطلب الرزق، بروح أدور رزق، لكن الله يعافيك انتبه لعيالي، بروح سنة وانت جارنا، خلك حول عيالي محتاج شيء. قال له توكل على الله. هذه كانت العادة سابقا. فرح. أول ما راح الرجال لقى شجرة، الشجرة هذه فيها آه طير أعمى تحتها، تحت في طير أعمى. يقول قاعد تناظره وجاء طير مبصر، وللطير الأعمى هذا جاء وفتح ثمه هذا الطير الأعمى وصار يوكله ويطير، ويروح يجيب له أكل ويوكله. هذا الرجل انتبه لهذا المشهد، قال سبحان الله، وكأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى أني أنا راح أترك عيالي أدور الرزق ورزقي بيجيني، كما أن الله رزق الطائر الأعمى بهذا الطائر المبصر، الله بيرزقني يا أخي، ليش أروح؟ ورجع فذهب إلى الإمام إبراهيم بن أدهم. أول ما شاف الإمام إبراهيم قال ما الذي رجع بك؟ ايش جابك بدري توك رايح؟ قال يا إمام، بعلمه شايف يعني حدث عجيب، أنني رأيت طائرا مبصر يعطي طائرا أعمى، وقد ساقه الله إليه ويعطيه الرزق، فأدركت أنني إذا بقيت مع أبنائي سيرزقني الله عز وجل دون أن أغادرهم. فنظر إليه الإمام إبراهيم بن أدهم قال سبحان الله سبحان الله، أرضيت أن تكون الطائر الأعمى وأن لا تكون الطائر المبصر؟ السلام. أنت شفت المشهد، بس اخترت تصير الأعمى اللي يجيك رزقك وأنت ما تحركت، ولم تفكر أنك مثل الطائر الأصل المبصر الذي يرزق الله عز وجل به غيره. تترك عيالك تجتهد عشان ترزق عيالك، تكون سبب. حركة بركة، الحركة بركة، والحياة لن تجامل أحد، ما حد بيدورك، ما حد بيمد يده لك إلا إذا مديت يدك، إلا إذا اجتهدت. اسعى بحاجتين، اسعى مع تحسين السيرة الذاتية، حسن السيرة وحسن السريرة. اسمعني بقلبك، حسن السيرة وحسن السريرة. السيرة أفقية يشوفها الناس ويسمعونها الناس ويراها الناس، والسريرة اللي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذه السريرة ما يشوفونها ولا يسمعونها، يحسون فيها. والواحد يصير لك 2 و3 و4 بالبركة، والوقت اللي ياخذ غيرك أنت تاخذ نصه بالبركة. لك علاقة مع الله، تبي تنجح في النهار حسن علاقتك في الليل. اي والله، الله عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم، لاحظوا سلوك، فأنذر كلام سلوك، وربك فكبر سلوك، وثيابك فطهر سلوك، والرجز فاهجر سلوك، كله سلوك، كله نهار مع الناس. قال له في السورة الأخرى يا أيها المزمل قم الليل، هذا ليل كله إلا قليلا، كل الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما تقدر تشيل شيء ثقيل إلا بعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فحسن السيرة وحسن السريرة، حسن السيرة وحسن السريرة، توقف صح. البركة ما هي؟ البركة كل صباح تقف بنا وتقول اعملوا
كل صباح اعملوا فإن المردود